خلونا أذكر قصة حصلت أمس في الليل في هذا الصباح الجميل، وصاحب القصة أظن يتابع معنا الآن، وأنا أنتظر رأيكم. طبعا أنا أمس بعد صلاة المغرب تقريبا جاني اتصال، أو مو اتصال، مراسلات يعني. أستاذ إبراهيم كيف حالك؟ قلت له الحمد لله طيب، بطلب منك طلب ولا تردني. قلت اسلم أبشر. قال أولا أنا فاتني موضوع التصويت، وهو من الداعمين الأقوياء للقناة، وهو حبيبي وصديقي، بل وصديق الكل، بل والحنون على الكل، إبراهيم عبد الله. فأنا أبغى أطلب منك طلب ما تردني. قلت له والله تبشر، أنت تامر أمر. قال البث والله شفته متأخر ولكني زعلان. خير، ليش زعلان؟ إن شاء الله ما في شيء زعلنا. قال عندي طلب ولا تردني. قلت تفضل. قال أنا صراحة مدامته ريماس ودانا طالعين مع بعض، ليش ما تدخل دانا في الليلة الشعبية أو ريماس في الليلة الشعبية، ويكون دانا وريماس وأميرة في الليلة الشعبية، وتكون ليلة مختلفة في الشرقية، وأنا تحت الأمر. فبصراحة أنا في البداية ترددت، اتصلت على أهل ريماس قلت لهم والله جاني اتصال من إبراهيم عبد الله يبغى كذا كذا. المهم جلسوا يدعوا له الله يحفظه ويوفقه، وقال يعني أي شيء يخص ريماس من استعدادات أنا مستعد، حتى لو تبغى تصويت كامل أنا تحت الأمر. الرجال يعني تكفل بكل شيء بصراحة، وأهل ريماس وافقوا وأنا موافق، لأن هي بتطلع معاها، لكن قال والله ما أزعلها وبحضر الحفل. فقلت أنا مبدئيا موافق. نشوف رأيكم الآن في التصويت اللي راح ينزل للمنتسبين، واعطوني رأيكم، لأنهم حيطلعوا سوا ريماس ودانا في حفل واحد. اعطونا رأيكم في التصويت. تفضل يا كنترول، اعطيهم التصويت. عم عبدو صوت. ها لا نصوت، نشوف. بدأ التصويت، يلا. واضح اصلا ما حد قايل لا، مستحيل يعني. فرحة طفلة والله. هذا الرجل ما نام إلا بعد ما اطمأن على هالموضوع، وأرسل لي رسالة الآن قبل ما أدخل البث أيضا، كأنه يقول لا تنسى، أقول للجمهور أو كذا. أشوف أرسل لي الله يسعدك إبراهيم، الله يسعدك ويوفقك ويرزقك يا رب العالمين. دعوة مع الصباح، اللهم آمين. نزلنا رعاية حفل الليلة الشعبية، لأنه حنستعد من بدري